صباح السعادة، أهلا بيكم في وصفات الغلابة. لو أول مرة تشوفينه وعجبك الفيديو لايك وشير وتمني لي من قلبك الخير، كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. أنا بقى جايالك بوصفات من الزمن الجميل. هعمل معاكي وصفات سهلة جدا واقتصادية جدا وبسيطة وعلى قد الإمكانيات، تبدأ من 16 جنيه لحد ما تحبي 3000 جنيه وأكتر كمان. ميزانية النهاردة بقى يا بنات هتبقى لشهر رمضان ب10 جنيه. هعمل ميزانية معاكي ما تخرش المية. ميزانية رمضان ل25 خطة هتساعدك بقى على إنك تعدي الشهر من غير ضغوط ولا أي مشاكل. حابة تزودي تقدري على 10 جنيه تزودي كمان 5 جنيه. بصي بقى هنا هقولك على قد إمكانياتك، يعني صدقيني الجنيه الواحد خليكي تعملي منه ميزانية. والله زي ما بقولك كده الجنيه الواحد هيعمل معانا حاجة في الأيام دي. ان شاء الله هيعمل معانا ببركة ربنا طبعا وبايه تدبيرك وبتوفيق. مش قلت لكم هبهركم. يلا بقى ندخل يا بنات ونشوف ميزانية ال10 جنيه. والله ميزانية 10 جنيه زي ما قلت لك، لو معاكي ال5 جنيه دي زيادة عليكي تقدري ان انت تزوديها. طب هنعمل بقى ايه بالميزانية دي؟ هقولك يا ست الكل، تجيبي بقى 10 افراد، 10 افراد من اسرتك، 10 افراد من عيلتك، 10 اصحاب، 10 من اصحابك، اي 10 افراد. الجنيه اللي انت شايفاه ده اهو والله بيعمل يا بنات كتير قوي، بس بجد انتوا ما تعرفوش. صدقوني يا بنات انتوا ما تعرفوش الجنيه ده بيعمل ايه. الجنيه ده بيعمل حاجات كتير جدا صدقوني. عايزاكي بقى تجمعي ال10 تنفار دول. احنا لسه ان شاء الله في شهر 11، باقي ان شاء الله على شهر رمضان 3 شهور. شهر رمضان هيبقى ان شاء الله اخر 2. ماشي يا بنات، يعني ان شاء الله هنعمل مع بعض جمعية لمدة 3 شهور على 10 افراد. 10 افراد زي ما قلت لك، هتجمعيهم من عيلتك، هتجمعيهم بقى من اصحابك من اخواتك. بصي 10 افراد عايزاكي تجمعيهم. 10 افراد دول كل فرد هيدفع 10 جنيه. تقدري بقى تزودي الجمعية وتخليها 15 جنيه انت ومقدرتك. ال10 جنيه ده اهي مش عايزاكي، يعني بصي لو تقدري توفرها من المصروف ماشي، لو تقدري تخلي جوزك يخليها كده خارج المصروف تبقى جميلة جدا، تبقى هايلة يا بنات، تبقى زي الفل. اهم حاجة تبقى عارفة ان ال10 جنيه ده اهي هتبقى جمعية بإذن الله، والجمعية دي هتتقبض لخزين رمضان. الجمعية دي بقى نظامها هيبقى ايه؟ ال10 تنفار كل واحد هيدفع 10 جنيه في اليوم. على الاسبوع نقبض شخص فيهم، يعني كل يوم تدفع 10 جنيه، وكل اسبوع فرد من افراد الجمعية يقبض الجمعية بتاعتها. ناس هتقبضها في الاول للخزين، وناس هتقبضها في الاخر للبس العيد. هتبقى اجندتك الحلوة وتعالي يلا يا حبيبة قلبي انت وهي معايا. هتبقى ايه؟ يبقى اي ورقة فاضية كده او اي اجندة، وهقولك بقى الاساسيات اللي انا هعملها معاكم. اول حاجة يا بنات انا بحب اعملها بتبقى هي ايه بقى؟ بصلي كده على الرسول ونبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وزي ما انتم شايفين بالورقة والقلم، وهبدأ ان انا احسب معاكم ان شاء الله ال1000 جنيه دي هنعمل بها ايه. اول حاجة بقى يا بنات انا هجيب ايه؟ محتاجين واساسي الرز. ماشي، اساسي لازم نجيب الرز يا بنات. هتجيب الرز من دلوقتي عادي، تقدري تجيب الرز من دلوقتي، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه هتوقفك. يبقى الرز بكام يا بنات؟ هنقول ان الرز مثلا ب25 جنيه. انا هجيب بقى 6 كيلو من الرز، هيعملوا معايا 150 جنيه رز ابيض. بص بقى هتجيب عليه شويه كده ايه، شويه ملح وتقلبوهم مع بعض، هيفضلوا معاكي لفتره طويله ومش هيجرى لهم اي حاجه. اهم حاجه تحطوهم في مكان جيد التهويه، كنيهم بقى على جنب. اهم حاجه زي ما قلت لك مكان جيد التهويه وتحط فيهم ملح. بعد كده ايه استهلاكي في الشهر؟ حوالي كده 10 كيلو من السكر، كل واحد عارف استهلاكه. يعني عايزاكي بقى كده تقدري تعملي حلويات مثلا في مقدر قد ايه. عارفين طبعا ان اح كلنا بنعمل عصاير وشاي وبنعمل حاجات حلوه في رمضان، فهنقدر مثلا انا هجيب 10 كيلو سكر. الكيلو وليكن ب32 جنيه. طب اقول لك الكيلو ب35 جنيه، بس بيبقى في عروض في الهايبر ممكن السكر ينزل 32 جنيه. طيب انا هجيب مثلا يا بنات ب35 جنيه كيلو السكر، في 10 جنيه يبقى معايا هنا 350 جنيه. يبقى انا هنا يا بنات جبت ال5 كيلو او 6 كيلو رز. انا جبت 6 كيلو، لو ضربنا الوقت جبنا 6 كيلو رز ب150 و10 كيلو سكر ب350، يبقى المجموع معايا هنا 500 جنيه. طب ال500 جنيه الباقي هعمل بها ايه بقى؟ هقسمها لك بقى ازاي؟ هقولك يا ست الكل، مثلا يعني كيلو المكرونه هنا مثلا عندنا ب22 جنيه. على فكره برضو زي ما قلت لك الهايبر ماركت بيبقى فيه عروض. انا بقولك على حسب المنطقه بتاعتي، كل واحد والمنطقه بتاعته. لو انت هتجيبي مكرونه فرط ممكن توصل
ل22 جنيه. انا هجيب 4 كيلو مكرونه فرط يا بنات ب92 جنيه. طيب بعد كده هجيب بقى كيلو عدس. كيلو عدس ب55 جنيه. عارفين طبعا ان رمضان ان شاء الله هيبقى داخل على الشتاء، ومحتاجين شوربه عدس عشان تدفنا وتدفي ولادنا. يبقى انا جبت كده ايه عدس. طيب بعد كده يا بنات هنجيب ايه؟ هجيب ب40 جنيه فول لزوم السحور. الفول ده بقى يا بنات بيبقى مسمار المعده في السحور، حاجة كده بتبقى جميلة وزي الفل. هجيب بقى عليهم ب35 جنيه وليكن مثلا فاصوليا. الفاصوليا دي بتبقى تحفة يا بنات، حلوة قوي. هنجيب نص كيلو فاصوليا هيقضينا مثلا طبختين 3 ب35 جنيه على فكرة برضو. يبقى كده ما شاء الله لسه الحسبة بتاعتنا ما قفلناش ال1000 جنيه. كل ده خزين لشهر رمضان، ان شاء الله يكفيك الشهر. وهتقسمي الطبخات على عدد الايام، مش كل يوم هتطبخوا رز ومش كل يوم هتطبخوا مكرون. هنجيب بقى ب35 جنيه لوبيا. 35 جنيه لوبيا ده همت برضو يا بنات هيبقى في معدل نص كيلو. كل اللوبيا والفاصوليا عندي هنا في منطقتي ب70 جنيه، فنص كيلو لوبيا ونص كيلو فاصوليا حلو قوي زي الفل. هنجيب بقى ب40 جنيه كيلو فول مدشوش. الفول المدشوش ده اهو بصي بيتعمل اللي هو الفول المفصص، بيتعمل تقليه بيبقى حلو قوي. هنبقى في الشتاء فعايزين ناكل فاصوليا ولوبيا وفول مدشوش وناكل العيال ونظبطهم كده. طيب الفول المدشوش والعدس بتحطوا على الفول بتاع التدميس، بيعملوا احلى فول مدمس يا بنات. لحد هنا بقى جبنا ال1000 جنيه؟ لا يا بنات لسه والله ما جبناش ال1000 جنيه. طب احنا لحد دلوقتي الحسبه بتاعتنا كام؟ الحسبة بتاعتنا 797 جنيه. وشوفي عندك بكام، لسه ما قفلناش خالص ال1000 جنيه، لسه معانا مبلغ حلو. طيب اجيب ايه بقى كمان؟ هجيب ب40 جنيه دقيق. الدقيق بقى يا بنات هتعملي منه معجنات، هتقلي منه سمك، هتقلي منه قرنبيط مثلا بالبيض، هتعملي بيه حاجات كتير برضو، وصفات حلوة قوي. صينية كيك كده للعيال، احنا هنبقى في الشتاء. حبة بسكوت كده لزوم السقسقة، هتعملي برضو بال2 كيلو دقيق دول حاجات حلوة. شوية قرص كده طريين في السحور لو اتزنقت وما عندكيش عيش، نعمل لهم حبة بيتزا. بصي اللي انت هتقدري بقى تعمليها تعمليه. يبقى احنا كده يا بنات ما شاء الله اللهم بارك وصلنا لحد 837 جنيه. باقي معانا 62 جنيه، باقي معانا 162 جنيه. طب ال 162 جنيه دول هنعمل بهم ايه؟ هقول لك يا حبيبه قلبي. بصي بقى ال 100 جنيه عايزاكي تقسميه. هتجيبي فول صويا، هتجيبي برغل، الحاجات دي بتبقى بصي حلوه قوي وبتنفع. ممكن تعملي لهم كفته، تعملي لهم اي حاجه بتنفع معاكي. طيب ال 60 جنيه هنجيب بال 60 جنيه دول ملح وبهارات. برضو هنعمل ملح مبهر هيظبط معاكي الدنيا معاكي في ايه؟ في الطبيخ. يبقى احنا كده يا بنات قفلنا الخزين بتاعنا. ال1000 جنيه عملنا خزين ان شاء الله هيكفيكي طول شهر رمضان ببركة ربنا طبعا، وببركة تدبيرك وتوفيرك. الحاجات دي كلها عايزاكي بقى تسيبها كده على جنب وتعينيها مكان كده يكون جيد التهوية وما يبقاش صعب، يعني يبقى حلو كده في تهوية كويسة ومناسبة، ما يبقاش مكان مقفول وايه السوسة طوله، او مكان يبقى حر والدنيا تبهدل معاكي. لو مش عايزة تجيبي برغل وتجيبي فول صويا تستبدلي بقى بالزيت او السمنه. عايزاك خالص تخزني اللحوم دلوقتي، اصبري شويه على الطماطم لسه هترخص. ودي بقى يا بنات كانت ميزانيتي لشهر رمضان بال10 جنيه. لو وصلت لحد هنا وشايفه ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو كده منك، كومنت حلو تقولي لي بتتابعيني منين، ودعوه ليكي من قلبك لان بجد تعبان. عايزاكي بقى تجربي معايا ميزانيه ال10 جنيه، ان شاء الله هتفرق معاكي كتير قوي. ده هيبقى ان شاء الله خزين الشهر الكريم، خزين للبقوليات والحبوب. انتظروني ان شاء الله بقى في وصفات تانية بميزانيات بسيطة وعلى قد الايد. ما تنسوش تحبوا بعض.